منذ سقوط النظام البائد، وأن سوريا لم تتحلى بالمحبة والسلام وكما يحلم بها السوريون، سوريا السلام، سوريا الأمل، سوريا الديمقراطية، إلا أن بدأ الانتهاك بسوريا من ناحية الطائفية أولا، ومن ثم بالإبادات التي توارت على العلويين والدروز، ومن ثم على جميع الشعب السوري، لأن الشعب السوري شعب مرتبط ببعضه لبعض، وطائفات ومكونات تعيشها مع بعضها لبعض بسلام، إلا أن الانتهاكات التي أصبحت ومن الحكومة السورية بحق هذه الشعوب هي إلا أنها هي كسر إرادة الشعوب وجعل الشعوب كلها تحت راية واحدة ودين واحد، وإبعاد جميع الشعوب عن معتقداتها وأديانها. إلا أن نشاهد في الأواني الأخيرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية الذي تعرض إلى هجوم ممنهج، وهذا الهجوم هو يدعي إلى تفتيت البقعة الكردية المتواجدة في حلب وإبعاد المكون الكردي عن حلب لجعلها حيا واحد لا يختص بهذا الشعب، ولأن المجتمع الكردي هو شعب يناضل ومقاوم، وهو الذي بذل قصارى جهده من أجل تحرير سوريا وشمال شرق سوريا. إلا أن اليوم هو كل ما يحدث في حيي الشيخ مقصود والأشرفية هي لكسر الإرادة ولكسر المقاومة والنضال، ونحن اليوم كشباب أرمن نقف إلى جانب حيي وأهالينا من شيخ مقصود والأشرفية، وندعي بالمقاومة بأن المقاومة لا تكسر وبأن المقاومة حية والنضال حي. واليوم أيضا إن تطلب الأمر فنكون مساندين إلى جانب أخوتنا في الشيخ مقصود، ونحن كشبيبة بشكل عام لا نرى أن الحلول تأتي بسفك الدماء، بل هي بالحوار والنقاش السلمي من أجل إبعاد الحروب عن جميع مجتمعاتنا ومكوناتنا، من أجل أن تزهر سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. أولا نحن نريد نستنكر كل الهجمات اللي عم بتصير على الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، لأنه هن بالنهاية كلنا عائلة وحدة وكلنا أولاد بلد وحدة، يعني ما لازم يصير كل هالإبادات وكل هالمجازر وكل هالقصف وكل هالممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق شعبنا وشعوبنا اللي عم بتصير. ونحن كمان ندير نستنكر كمان الحكومة الانتقالية، هي كمان عم تمارس هالشي وما عم تدافع عن المناطق هدول، هي بالعكس هي تريد تزرع الفتن والطائفية والحروب اللا إنسانية ضد الشعوب. وكمان نحن بخصوصنا نحن كمكون سرياني ندعم كافة المكونات، ونحن لا للطائفية ولا للإبادة.